السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم. ازيكم يا أحلى ناس في الدنيا؟ النهاردة كنا محتارين نعمل أكل إيه، نعمل أكل إيه. دورت كده في الفريزر لقيت حتة لحمة مفرومة كده بتقول لي إيه خديني. قلت لها والله ما أنا مزعلاكي، تعالي. عملت ايه بقى بحتة اللحمة دي يا جماعة؟ تعالوا معايا كملوا لآخر الفيديو وانتوا تعرفوا كل حاجة بالتفصيل. انا دلوقتي يا حبيبتي جبت حتة اللحمة دي المفرومة، عصقتها بشوية بصل وشوية فلفل اخضر الوان بقى عندك حطي، احمر اخضر اصفر، شكلي زي ما انت عايزة تعصجيها بفلفل شطة عصجي براحتك. انا هنا حطيت البهارات بتاعتي، حطيت كمون. انا بوريك هنا برضك ان اللحمة مش لازقة في قلب الحلة ولا حاجة، انا بعصجها وايديا فيها على طول. خلي بالك معايا وركزي في الخطوة اللي جاية دي. ايه اللي هيفرق معاكي؟ انا بقوم عاملة اللحمة ومغطية عليها سن. عندي هنا شوية دقيق محترمين قد كيلو، كيلو ونص يعني. عندي هنا معلقتين خميرة زي ما انت شايفة. عندي هنا ادي تاني معلقة حطيتها لك. وبعدين هحط مع ده ملح، حطيت ملح وحطيت معلقة سكر واحدة، وهحط نص كوباية زيت. هنعمل ايه؟ قولي بيتزا تمام، ميني بيتزا دي عجينة بقى، شكلي زي ما انت عايزة تشكلي. عملت بيتزا كده بسيطة للولاد، طلبوها مني وانا ايه مقدرش اتأخر على طلب حبايبي مني. عندي هنا هحط بتاع ما بين نص لربع كوباية زيت زي ما انت شايفة كده. طبعا يكون زيت كويس وزيت نظيف ملوش ريحة عشان ما يخليش ريحة البيتزا مش كويسة. عندي هنا مية دافية ما تبقاش مغلية طبعا عشان ما تموتش ليا الخميرة. وهعجن واحط المية شوية بشوية. ليه؟ عشان المية ما تزيدش منك. ولو ما عندكيش دقيقة هتعملي ايه؟ هتلوصي بقى؟ لا، نكمل برضك زي ما احنا متعودين مع نفسينا. انا هنا في الفيديو ده هشرح لك كل تكات البيتزا، من اول التعصيج والتحضير الخضار والزيتون واللحمة وده كله، ومن العجين ومن التسوية ومن الفرد، نقطة نقطة وحرف حرف كده مع بعض تكة تك. دي الطريقة لبناتي الحلوين اللي لسه متجوزين او اللي ما يعرفوش. اما اللي تعرف ربنا يزيدها. انا هنا بعد ما قلبت بقى بالمعلقه ما كانش ينفع، رحت ماسكه بقى وانتوا عارفين بقى ايه، فش غل كويس. يلا العجين، طلعي الطاقه السلبيه بتاعتك واعجني. اي حد مضايقك افتكريه وانت بتعجني كده كانك بتديله علقه نصها موت. معايا؟ حته كده. يلا ها تاني تاني. يلا املك العجينة كويس قوي عشان تبقى معاكي ناعمة وتديكي افضل نتيجة. عجين يا جماعة يعني تملكي كويس وتعجني وتاخدي وتدي في قلب العجينة قدامك. يلا انا بقى هجيلك بعد ما لميتها. شايفة ايديا اهي اتلمت منها، مفيش حاجة فيها خالص، لميتها كويس قوي 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 اهي. بوريك المسام بتاعتها انها كويسة قوي اهي. وتملكي كويس. شايفة خلصتها من قلب المعون بتاعها اهو، مفيش فيه اي حاجة زي ما انت شايفة. يبقى انا كده عجنتي ناجحة 100% ان شاء الله، وخدت ودت بشكل ايه، بشكل ودي. يلا خلاص. شايفة اهي ما بتلزقش في ايديا اهي، شايفة ومطاطة وحلوة زي الملبن في ايدك. يلا يا قلبي خدي ودي بشكل ودي. هنا بقى هرش على وشها سنة زيت بسيطة واقوم مغطياها. عندك كيس بلاستيك نضيف تمام، عندك ورق استريتش تمام. المهم تكمريها كده وتدفيها وتحطيها في مكان دافي. انا هنا مخلله الزيتون، إيه اللي يخليني اشتري؟ من عندي جبت بقى شوية زيتون محترمين شوفي ايه، وقطعتهم كده وفصصتهم حتتك بتتك وخليتهم 100 100. احنا الستات المصرية مفيش حاجة تستعصى علينا بإذن الله. هرجع بقى للعجينة واوريها لك اهي. شايفة خمرت ازاي؟ شايفة؟ بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي يا جماعة عليه الصلاة والسلام. شايفة؟ شايفة؟ يا سلام يا سلام على الكلام اهو يا قلبي. بوريكي ان هي خمرت وبقت زي الفل اهي من كل النواحي بتاعتها.
وكده يبقى نكمل بقية خطواتنا. عندي هنا اللحمة المتعصجة اللي انا عملتها لك في اول الفيديو. تمام. شوية بصل بقى، شوية فلفل بقى، وبهاراتك بقى وحركاتك واللازم منه. عندي هنا قوطة، فلفل، بصلاية. شوفي حركاني نفسك كده اهو. ده الزيتون اللي انا وريتهولك، قطعناه وفصصناه زي ما انت شايفة اهو. لازم أن توفري على قد ما تقدري. هنا بقى عندي بقى الصوصات بتاعتي. عندي الكاتشب، عندي صوص الباربيكيو اهو. ده الكاتشب السائل اللي انا بجيبه، اللي انا معرفتكم برضك في الفيديوهات اللي فاتت انا بجيبه منين، وبقول لك حط لايك يا ستي الحلوين. موضوعنا خلص؟ لا ما خلص. هجيب الصواني بتاعتي دي، صواني بيتزا عندي دي، بحطها في الفرن البلدي بتاعي او الفرن الصاج الكبير اهو. بصي تدهنيها زيت كويس اوي، لازم تكون ناشفه، من ناشفه يعني انت تغسليها وتنشفيها كويس اوي عشان ما تلزقش ليكي البيتزا في قلب منها اهو. بقطع بقى حسب ما انت عايزاها كبيرة، عايزاها صغيرة، عايزاها سميكة، عايزاها رفيعة. بس يستحسن للبيتزا يا حبيبتي انها تكون وسط، لا هي تخينة ولا هي رفيعة، عشان ايه؟ تبقى لقمة حلوة كده وطرية. تفردي بقى، بصي افردي بقى. هنا ممكن تقطعي كده في كل صينية وتقومي ركناها عشان ترتاح وتتفرد معاكي احلى فرد في الدنيا، عشان ما يبقاش جزء تخين وجزء رفيع اهو. وتقلبي برضك من ناحيتين، بيبقى فيها زيت. تمام. تقلبي كده وتقومي فردة الصينية بتاعتك. انا كنت مستعجلة، كان ممكن انا استنى عليها شوية، بس انا كنت مستعجلة، وكان ولادي جم من المدرسة فكانوا عايزين ياكلوا بسرعة اهو. انا بقول لك برضك، هو بشرح لك ان هي لو ارتاحت اكتر اهي. بصي لما سبتها ترتاح، هتجيبي بقى عندك شوكة حلوة كده، تقومي ايه؟ حاطة ليها مخرماها كده من النص عشان ايه؟ ما تعلاش معاكي وتديكي منظر العيش. لا اهو. في ناس بتحب ال الحراف بتاعتها تخينة، براحتك. عايزة تخليها سوا واحد، برضو حطيها برضو كده ايه بالشوكة. ايوه مشي فيها من الحرف. مش عايزة وعايزة تحشي الحراف، احشيها زي ما انت عايزة. اديني بشاور لك اهو على الحراف. انا الكميه اللي عندي دي عملت كميه محترمه جدا جدا من البيتزا يا جماعه. كان يوم بيتزا عالمي النهارده لينا. عندك تونه حطي، عندك لانشون حطي، عندك سلامي حطي، عندك صدور فراخ، اللي نفسك فيه وتحبيه اعمليه على قد ما قدرتك. لا عندك حاجه خالص، عندك جبنه حطي، ما عندكيش بقلل قليل. حتى بالخضار بتمشي يا جماعه، بشرايح القوطه والبصل والفلفل بتبقى حلوه برضك وزي العسل. ما تخليش حاجه تقف قدامك. ما تقوليش معيش، ما تقوليش ما فيش، قولي ان شاء الله. ان شاء الله فيه، ان شاء الله هعمل، ان شاء الله هجدد، ان شاء الله. انا ما كانش عندي صراحة صلصة الطماطم. جبت الكاتشب بتاعي الجميل اللذيذ ده اللي انت شايفاه اهو. حطيته كده على الصواني كلها، وقمت فرداه مع بعض. نكمل بقى بقية خطواتنا. حطيت كمية معقولة كده من كله عشان ولادي بيحبوا يحطوها على البيتزا. عندك الكياس تمام، عندك الازايز تمام، انتي واختيارك وارتياحك اهو. تفرديها على كل اجزاء البيتزا. طب ليه بتعملي الحركة دي؟ عشان تبقى اللقمة معايا حلوة كده، واخدة طعم الكاتشب الجميل بمنتهى اللذاذة والايه والجمال. يعني انا بقول لك صرفي نفسك، صرفي نفسك على قد امكانياتك وقد امكانيات جوزك. الاكله دي تكفيكي يومين، تكفيكي 3، هتمشي ايامك ان شاء الله بحمد ربنا سبحانه وتعالى وستره عليكي. هتمشي ايامك ان شاء الله. ايه اللي يخليني اروح اجيبها بمبلغ بقدره؟ طب ليه؟ معلش يعني، ما انا اعمل المتاح عندي وما ضايقش نفسي، وراضي نفسي وراضي بيتي وراضي اولادي. ايه المشكله يا جماعه؟ المشكله ان اتعودنا معيش، اجيب منين، اتصرف ازاي، وتكربسي الدنيا على نفسك ليه؟ ليه يا قلبي؟ ما بالراحه، واحده واحده على نفسينا. مين هيصبر عليكي الا نفسك؟ اهي حاجه بسيطه، يعني اقل بيتزا ب50 60 جنيه وانت طالعه. طيب ايه المشكله؟ ده كله ما كلفنيش حاجه. انا بقولك انا لقيت اللحمه في قلب الباقي يا قلبي اهو.
خلاص تمام، فردت كل الصلصة بتاعتي. هوزع برضو اللحمة اللي عندي، ربع كيلو لحمة، نص كيلو لحمة، اللي نفسك فيه، فراخ اعملي، تونة اعملي زي ما قلتلك. ده وزعت كده برضك عشان الموضوع يعني مش لحمة وخلاص يعني، لا. كانت عندي الجزء اللي قلتلك عليه ده، واديني اهو هفرده في قلب الصواني بقى، واحط الخضار عليه بقى والشغل بتاعك العالي بقى، وورينا شطارتك يا ست الكل. انت ان شاء الله اشطر واحسن من اي شيف في الدنيا. يلا يا قلبي اهو، كميات بقى متناسبة، كله على قد. مهم ايه، انا كفيت بايه، بحتة اللحمة البسيطة دي. عملت عدي بقى الصواني زي ما تعدي اهو. هنيجي بقى مع بعض هنفردها اهو. اديني هنا بحاول اوزع الاجزاء كده بتاعه اللحمه على الصينيه بتاعتي، عشان ما يبقاش في جزء عن جزء اهو. طبعا مش هعرف افرد انا بقى بالمعلقه، انتوا معلش انتوا عارفين اسلوبي. النبي ايه، النبي عربي يا جماعه عليه الصلاه والسلام. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. همسك بقى ايدي بقى واديها بقى فرد بقى، ما انا لازما بقى اثبت حته اللحمه دي بقى عشان ما تطيرش مني بقى. هم ايه، مغرزاها في قلب الايه، العجين اهو بتاعي، واظبط حالي كده بقى، واوزعها في كل الحتت عشان ميبقاش في حته فاضيه وحته مليانه اهو. عندك جوانتي بقى البسي براحتك، انا صراحه ما عنديش اهو، بشتغل باللي في ايدي. وهم حاطه بقى شويه الزيتون بتوعي اللي انا مخللاهم دول. لو عايزه تعرفي طريقه الزيتون المخلل ده، شرفيني ونوريني في القناة. انا عاملاه بكل تكاته وحركاته زي ما بيقولوا. وبرضك اثناء التخليل عملت الخطوات، ولما جيت فتحت عليه وريت وصورت وعملت فيديو بيه اهو. اهو يلا. ايوه، ليه بقى الدكه دي وليه بقى الغرزه دي؟ عشان كل اللقمه تبقى مليانه من كله، ما تبقاش اشيل اللقمه الاقي العيش في الورقه سوري، حته البيتزا العيش في جنب وده في جنب، لا. ايوه كده. عندك بقى جبنه حطي، ما عندكيش براحتك. في ناس بتحط بيض على فكره يا جماعه على الوش. طبعا انا بالمتاح عندي انا بعمل اهو، واحدة ورا التانية ورا التالتة. عملت الكمية كلها وشغلت الفرن البلدي بتاعي وحطيته كله مع بعضه مرة واحدة. ليه؟ اوفر وقتي واوفر فلوسي واوفر الغاز بتاعي واوفر كل حاجة. حقي ان اوفر لنفسي اهو. ما اقولش ما فيش، ما اقولش معيش، اجيب منين اهو. شايفين الفرن بتاعي بسم الله ما شاء الله اهو يا جماعه. وحطيت الكميه كلها مره واحده كده، وبقيت اقلب بقى في الصواني بقى اللي استوت اللي نص ونص، واظبط العين بتاعي. وخلي بالك ان ان البيتزا عايزه النار العاليه سنه، مش المتوسطه، فوق المتوسطه سنه. ليه؟ عشان ما تنشفش. لو انت وطيتي النار هتبقى ناشفه معاكي، مش هتديك الايه الطراوه الحلوه. وتدي برضك وش كده من فوق للخضار بتاعك عشان يستوي ايه، ويدبل كده بقى مع ايه، مع حته اللقمه الجميله دي اهو. ولا اروع ولا اجمل من كده. شوفي بقى الكميه دي وفرت عليك فلوس قد ايه. شوف انا، انتوا عارفين بقى الدنيا غاليه ازاي. شوف البيضة بقت بكام. انا عندي هنا حبايبي ونور عيني ولادي حبايبي بيقطعوا وبياكلوا بقى، هم فعلا في قمة الانبساط. يا رب ما يحرم حد اهو. اقل حاجة راضي، ما تقوليش اجيب منين. هروح اجيب واحدة، اجيب اتنين، هتكفي مين ولا مين اهو. والكل هنا بقى اتبسط وكل. ده واحد من ولادي اهو بيوريكوا برضك القعر بتاع البيتزاية، مش وشه بس تقول ان انا هاكل عجين، لا اهو. وهيوريكوا برضك السوا بتاعها اهو، مش عجينة من جوه ولا حاجة اهو. اهو شايفين، ولا اروع من كده يا جماعة. ما تنسيش اللايك يا حبيبة قلبي، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. تمام اهو. اهو واحد منهم تاني برضك هيجري ياخد نصيبه اهو، بيقولك حطي لايك. واحد منهم هيجري اهو ياخد نصيبه برضك، وهيقولك على رأيه فيها، وبيقولك حطي لايك. مع ألف سلامة.